أن السعادة كانت تملي بيتنا رغم بساط. كل شيء كان جميل وكنا قادرين نمشي حياتنا رغم ضعف حالتنا المادية، خاصة بعد تقاعد أبوي. استمرت حياتنا إلى أن جاء ذاك اليوم اللي تغيرت فيه كل حياتي، اليوم اللي تغيرت فيه مجرى حياتي للأسوأ. أذكر في ذاك اليوم كنت في مرحلة الثانوية، كنا معزومين في بيت عمي وكنا جالسين في مجلس الرجال أنا واثنين من أولاد عمي، كنا نتكلم من موضوع لموضوع ونسالفة لسالفة، وفجأة سكتنا وأشوفهم يتغامزون لبعض وكأن في شيء مخبين عني. قلت لهم باستغراب: عيال، إيش فيكم؟ إيش عندكم؟ في شيء تبي تقولونه؟ تكلم فيصل وقال: ريان، في شيء ما تعرفه وحابين نقوله لك لأنك صرت كبير وما ينفع نخبيه عنك أكثر من كذا. رديت عليهم وأنا أضحك: عيال، بالاستهبال. بس ردة فعلهم كانت جدية والموضوع ما كان فيه أي مزح. قلت لهم: طيب تكلموا. بدأ فيصل يقول لي القصة. قال: أبوك زمان كان ملتحق في العسكرية في منطقة بعيدة من هنا، وكانت الفترة اللي راح يقعد هناك فترة طويلة، واضطر أنه يتزوج من المنطقة اللي كان يشتغل فيها عشان تهتم فيه وبيومه وما يكون محتاج لشيء. أبوك كان متفق مع اللي تزوجها أنهم ما يجيبوا أولاد، وافقت بذا الشيء. استمر طول 6 سنوات اللي كان يشتغل فيها أبوك بذيك المنطقة، وفي آخر سنة حملت، واللي كانت حملة فيه هو أنت. حملت فيك وبعد ولادتك بشهر أو شهرين انتهى